أعتقد إني جاهزة للرحلة. هنعمل إيه؟ قوليلي أنتي تعملي إيه عشان تلاقي نفسك من جواكي مش من براكي؟ ينفع أشوفك كل يوم؟ لا، صعب. أنا كمان عندي حياتي وشغلي واختراعاتي، لكن ينفع نتقابل كل أسبوع. بس عايزة تعملي إيه لحد ما نتقابل؟ الأول عايزة أكتب كل اللي حصل النهاردة واللي لقيته مع نفسي في حوارنا. على الأقل لو الدنيا ضلمت تاني ألاقي الحبة اللي نوروا وارجع لهم، يمكن يصحوا شوية نور جنبهم. عايزة أقدر أرجع لهم. وإيه كمان؟ عايزة أبطل أبص في المراية وأبطل أدور على صورتي في المراية. أمال هتدوري فين؟ مش عارفة لسه. خليني أرجع لك بالإجابة المرة الجاية. طيب وإيه يساعدك تعرفي الإجابة؟ اللي جاي في بالي إني أخرج في الطبيعة، مش عارفة ليه. تخرجي إمتى؟ عايزة أخرج بالنهار، عايزة أخرج بالليل، عايزة أكون في الطبيعة. وبتدوري على إيه في الطبيعة؟ يمكن بدور على نفسي، يمكن بدور على الطبيعة نفسها، يمكن أتعلم منها. جميل. هتبتدي إمتى؟ النهاردة اتأخر خلاص، وحاسة إني عايزة أحضن نفسي وأنام. بكرة أبتدي الصبح مع الشروق. هخرج أقعد عند النهر على قمة التل. هقعد بدون هدف غير إني أقعد أتأمل، أتفرج، أشوف إيه اللي أشوفه، أحس إيه اللي أحسه، أشوف الطبيعة بتعمل إيه، بتكلمني إزاي، بتقولي إيه. عندي إحساس إني هلاقي حاجة مهمة، مش عارفة إيه. وهتقعدي لإمتى؟ هقعد لحد ما أحس إن الطبيعة خلصت كلام معايا. مش عارفة قد إيه، بس هدي نفسي وقتها، وحاسة إن أكيد هعرف إمتى أقوم وأكمل في يوم تاني بعدها. وهتكرري ده لحد ما نتقابل؟ كل يوم هنقي وقت مختلف أقعد فيه مع الطبيعة، ولما أقابلك هقولك قالت لي إيه، ويمكن ساعتها أعرف أتفق معاها نتقابل تاني إمتى. الأسبوع ده هيبقى تجربتي مع الطبيعة. جميل، نتقابل الأسبوع الجاي. أنت كنت عايز تقولي حاجة تانية؟ لا خالص، كل حاجة بتتفتح في وقتها. وخرج نينو وساب بدر الزمان لأول مرة من زمان، وجواها شوية شعور بالأمان. يا ترى كده الحكاية خلصت ولا لسه في كمان؟ استنونا في الموسم الجديد من مغامرات بدر الزمان.